بعد قرابة 40 عاما، قصة رجل قتل زوجته ودفنها بالمنزل وتزوج شقيقتها. لم تكن الحياة بين الزوجين هادئة حتى وصلت مرة إلى ذروتها، وقرر الزوج إنهاء حياة زوجته وقتلها. كان من المفترض لهذه القصة أن تنتهي هنا، كما يروي المحقق في النيابة العامة وليد الحسن عن الجريمة التي ظلت مخفية عن يد العدالة 38 عاما، شهدت أكثر التفاصيل غرابة في تاريخ الجريمة في المملكة العربية السعودية. دفن الزوج القتيل سرا داخل المنزل، ولم يكتفي بل تلاعب بإجراءات الدفن، وأخبر أهل زوجته بأن ابنتهم توفيت بمرض مفاجئ، وتم دفنها في مكان بعيد عن مكان سكنهم. مع مرور الزمن تقدم لشقيقة زوجته طالبا الزواج بها، وقد تمكن من خداع الأسرة للمرة الثانية، فوافقت الأسرة على الزيجة التي استمرت 38 عاما. وفي أثناء غيابه عن المنزل قررت الزوجة إجراء عمليات صيانة في المنزل، وخلال أعمال الحفر لاحظ العمال شيئا غير عادي في أرضية إحدى الغرف، وبمجرد بدء أعمال الحفر العميقة اكتشفوا بقايا الهيكل العظمي. بعد تحليل الحمض النووي تبين أن البقايا تعود لشقيقة الزوجة الحالية، وهكذا كان الكشف النهائي عن الجريمة المدفونة منذ قرابة 40 عاما، لتأخذ العدالة مجراها.